السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا حاولت ان انا اخد نفسي كده بعد الماتش، لان بصراحه كل واحد كان عنده كميه احباط رهيبه يمكن ما جاتلوش من فتره كبيره، والحمد لله ربنا يبعد عنا الاحباط كله. انا عارف ان الشعب المصري دلوقتي مش في احسن حالاته، والناس فعلا ماشيه زعلانه، لان احنا كنا قريبين جدا من حلم كبير عشناه من اول ماتش في البطوله لحد لما خرجنا من الارجنتين 3-2. ولكن خلينا نقول ان احنا عندنا منتخب نقدر نفتخر بيه. قدمنا بطوله كبيره جدا يا جماعه، ما حدش كان يحلم اصلا من البدايه ان احنا نعملها لحد الدور ده. انت حرفيا ضمنيا من افضل 16 فريق في العالم، من افضل 16 منتخب في العالم. انت عملت بطوله كبيره، انت طلعت ناس جداد، انت عرفت العالم كله ان مصر فيها لعيبه كويسه. يعني ان شاء الله رب العالمين لو احنا بقى في فير وورلد ان لعيبه منتخب مصر دي المفروض يجي لها عقود احتراف في تطلع في الدوري الاوروبي. يعني عندك واحد زي مصطفى شوبير ده، بصراحه انا مستخسر ان هو يرجع للدوري المصري من تاني بعد ما لعب قدام اكبر لعيبه في العالم، يرجع يلعب قدام بتروجيت وغزل المحله، مع كل الاحترام طبعا والتقدير للفرق المحليه اللي عندنا. ولكن انت فاهم انا بتكلم في ايه كويس. عندك ما شاء الله اللي ابهرني كتير جدا بصراحه بمستواه، رامي ربيعه ابهرني جدا بمستواه في السن ده في البطوله دي، عامل مباراه كبيره جدا. ياسر ابراهيم طبعا معروف عنه الرجوله، احمد فتوح قبل ما يصاب راجل في الملعب، كريم حافظ شال مكانه. الاكتشاف الحقيقي اللي عندنا بصراحه في المنتخب المره دي هو هيثم حسن، وده يمكن جه الوقت ان احنا ندور على المصريين اللي معاهم جنسيات تانية في بلاد المهجر. دي حاجه بصراحه مهمه جدا، ودي ان شاء الله رب العالمين تكون مهمه كابتن حسام حسن في المستقبل، بما ان شاء الله رب العالمين حسام حسن مكمل معانا، وبما ان النص المنتخب ده مش هيكون معاك اصلا ان شاء الله كاس العالم الجاي. مهم جدا ان احنا نحاول بقى نفرز ونجيب لعيبه رجاله. لعيبه ايه رجاله؟ ولا ليه دوست على كلمه رجاله؟ انا دوست على كلمه رجاله علشان انا عندي استثناء واحد من التعبير ده، الا وهو محمد صلاح. انا مش من درويش محمد صلاح، انا بحب محمد صلاح جدا وبحترم تاريخه جدا في الملاعب الاوروبيه، ولكن لما تيجي عند منتخب مصر محمد صلاح is not here. محمد صلاح ما جاش. محمد صلاح مع منتخب مصر بيخاف يهين نفسه. محمد صلاح مع منتخب مصر بيخاف يعمل سبرنت، بيخاف يعمل تاكل. امتى اخر مره شفت محمد صلاح بيعمل تاكل عن كوره؟ مفيش. هتيجي تقول لي ده محمد صلاح يا عم، على والله العظيم اقسم بالله لا العظيم على راسي من فوق، ومحدش يقدر ينكر. يعني انا واحد من الناس اللي كنت بتفرج على ماتشات ليفربول كلها، ومحمد صلاح لما كان بيجيب الاهداف المعروفه عن محمد صلاح الواحد كان بيتبسط وقلبه بيزقطط من كتر الفرح. ولكن انا عايز اعرف ايه مردود محمد صلاح على المنتخب المصري. محمد صلاح اخر 3-4 سنين احنا كلنا عارفين وشايفين ان تريزيجيه واخد منه البساط. كل الناس ده باجماع المحللين والنقاد والجماهير وكل حد، تريزيجيه كان واخد منه البساط حرفيا. تمام. فللاسف هو النهارده كان عالة على الفريق. يعني بلغه الكوره كده، عندك نص الملعب وخط الدفاع، العيال ده حرفيا سفت التراب النهارده، سفت التراب. اللي عنده مجهود 100% كان بيحط 200% النهارده، الا محمد صلاح لو عنده مجهود في 100% كان بيديك 30%. اللي هو بيفكرني كده بالموظف اللي بيقول لك على قد فلوسك، على قد فلوسك. انا راجل باخد 400,000 استرليني في الاسبوع، انت جاي تديني بضع دولارات وعايزني اقدم لك ليه يا عم؟ انت اتجننت؟ هي دي انا شايف دي العقليه اللي بتتكلم قدامي. المصيبه الكبيره ان عمر مرموش ماشي على نهج محمد صلاح، وده بقى اللي يقلق في الموضوع، لان عمر مرموش احنا كنا متوسمين في خير، انما عمر مرموش ما جاش البطوله دي اصلا من البدايه، واستنفذ كل فرصه اللي خدها مع حسام حسن لحد ما حسام حسن ذات نفسه زهق ولا خلاص اقعد احتياطي. وعلى فكره مرموش اصلا بعد الماتش الاول كان المفروض يقعد احتياطي لهيثم حسن، ولكن طبعا كلنا عارفين الاخطاء الاداريه اللي الجهاز الاداري في المنتخب وقع فيها او حصل ايا كان. هيثم حسن ما قدرش يلعب اول ماتشين، والناس قالت لا مستقصده ومش عارف ايه والكلام ده كله. الناس الفكيسه اللي احنا عارفينهم، يا رب يكونوا مبسوطين دلوقتي، يا رب يكونوا مبسوطين دلوقتي ان منتخب مصر طلع. حاجه تجنن والله العظيم. بس بصراحه مروان عطيه راجل، مهند لاشين راجل، تريزيجيه راجل، ياسر، رامي، فتوح، كريم حافظ، هاني، شوبير، عيال كلها لوكال جايه من الدوري المصري، بس عيال رجاله، عيال حرفيا اتهانت في نص الملعب، كانت بتاكل النجيله اكل، كانت بتاكل النجيله اكل. مصطفى شوبير لو كان صعد بالدور بمصر الدور اللي جاي، ما كنتش هستبعد ان هو ممكن ياخد افضل حارس في البطوله.
انت متخيل ال سرعه البديهه عند مصطفى شوبير لما صد ضربه جزمه من ميسي وصد هيد من منطقه الستة جوه. ما شاء الله الريفلكسز عنده رائعه، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يرجعه سالم غانم، وان شاء الله المستقبل ليه. ده بقى اللي حصل يا جماعه لما احنا قررنا ان احنا نعتمد على الشباب. يعني محمد الشناوي كان محتكر حراسه مرمى منتخب مصر لسنوات، سواء مستوى حلو ولا وحش. ليه؟ لان انا عايز اللعيبه اصحاب الخبره في الماتشات، واللعيبه اصحاب الخبره ساعات بتوديك في 60 داهيه. يعني احنا حضرنا هفوات كتير لمحمد الشناوي سواء مع الاهلي او منتخب مصر. فاللي انا بتكلم فيه، انت كنت شايف ان محمد صلاح عالي على الفريق، ما تغيره. ايه المشكله؟ هيقولوا اللي ما تغيرش اهو، ولا هتحط انت بقى فريش لاجز في الملعب علشان تقدر تديك مجهود وتجري وتعمل بريس؟ انت اصلا كنت المفروض تعمل بريس على خط الدفاع بتاع الارجنتين عشان ما يطلعش كره قدام، انت لازم تشيل من عن اللي ورا. انما انت اديتهم الفرصه بتراجع كامل متكامل، وده طبيعي في الكوره، هتفضل متراجع هتيجي فيك جون، هفوه بقى، غلطه، كره تخبط في الرجلين وتدخل، لازم هيحصل الكلام ده. احنا تمادينا في الدفاع، ودي بصراحه من اكتر الحاجات اللي ما عجبتنيش في كابتن حسام النهارده. وكمان يعني اتاخرنا في التغييرات، يعني كنا المفروض نعمل التغييرات بتاعتنا بدري عن كده شويه. انا ما اعرفش تغييرة ايه اللي قبل النهايه ب3 دقايق و5 دقايق والكلام ده كله، انا ما اعرفش. ما تنساش كمان ان المجهود البدني اللي اللعيبه عملته في الماتشات اللي فاتت مجهود رهيب، طبيعي جدا بان على واحد زي امام عاشور اللي احنا كنا زعلانين جدا ان هو خرج، بان جدا على هيثم حسن، كنا زعلانين جدا لما خرج. انما محمد صلاح لما بيخرج ما تلاقيش حد يزعل عليه، صح ولا انا غلطان؟ ما تلاقيش حد يزعل عليه الا درويش محمد صلاح اللي هو حلو وحش سيبه في الملعب، ودي حاجه بصراحه انا مش لاقي لها اي تفسير منطقي. يعني ايه لعيب وحش في الملعب اسيبه؟ جاي بتقول لي اصل محمد صلاح عمل ثرو باس في ماتش الارجنتين، ثرو باس اصلا يا حبيبي. يعني اي حد عنده فكره بربع جنيه، هي الكوره ما تلعبش الا كده اصلا. ما تحسسنيش ان هو يعني ايه ابدع اللي مش موجود في كره القدم. لا، انت لو عايز تتفرج على ثرو باس محترم تتفرج على ميسي. احنا عملنا محمد صلاح ميسي، احنا عملنا بس محمد صلاح مش ميسي، ولا عمره هيكون ميسي، ولا في حد في الدنيا هيبقى زي ميسي اصلا. حقيقي والله العظيم انا بتكلم حقيقي. انت لو عندك راي تاني عرفني في الكومنتس. انما اللي حصل النهارده لا، هي تزعل وتقهر في نفس الوقت، لان انت كنت متقدم في النتيجه. كل هجمه مرتده بتعمل على منتخب الارجنتين كانت الواد زيكو عمل مباراه هايله، بطوله هايله كلها والله بصراحه، اكتشاف الواد زيكو ده. وده بيثبت وجهه نظر حسام حسن، لان الدنيا هاجت عليه علشان مصطفى محمد لو تفتكر، ولسه بتيجي عليه لحد دلوقتي عشان مصطفى محمد اللي انت لو يعني داك ديب في النمبرز بتاعته او في الارقام بتاعته مع منتخب مصر زيرو، بيج زيرو يا مان. احنا بنهرج يا جماعه. يعني شوف الواد مصطفى زيكو ده انا استبعد ان هو يرجع بيراميدز تاني ان شاء الله رب العالمين، يجي له عقد احتراف ويطلع بقى يلعب الكره الحقيقيه. كذلك الامر، انا نفسي مصطفى شوبير ما يرجعش الدوري المصري تاني، نفسي يروح يحترف في اوروبا لان ده مكانه، والواد لسه سنه صغير ما شاء الله تبارك الله. فجه الوقت يا جماعه ان احنا نعتمد على اللعيبه الشباب، اللعيبه اللي عندها مجهود، اللي بتهين نفسها في الملعب وعندها فكره في نفس الوقت، وموجودين كتير. محمد صلاح خلاص اتس اوفر، وده دي سنه الحياه. انا مش بنتقد محمد صلاح، انا بنتقد ان سنه الحياه ان خلاص enough is enough. انت مش محترم لا سنك ولا مجهودك في الملعب، مفيش حرفيا. انت لو شايف محمد صلاح قدم حاجه في المباراه دي يعني رايك كنت حر فيه. انا شايف محمد صلاح اخر 3-4 سنين في المنتخب ما فاتش المنتخب باي حاجه حرفيا. وعلى فكره هو بيعتمد على زمايله هم اللي شايلينه والله، وهم اللي بينجموه عشان بيحبوه، وهو يتحب ولكن بيبقى في وقت كده خلاص enough is enough. احنا ماتش معين عايزين فيه مجهود معين يتبذل علشان نطلع بيه لبر الامان، سواء بقى نكسب، نجر وقت اضافي، نجر ضربات جزاء، ولكن بيبقى في وقت معين كده لا انا عايز مجهود اكتر منه فكر. وده واضح جدا في المباراه. بس كابتن حسام حسن قال يعني كعاده درويش محمد صلاح، قال لك خلاص انا هسيب محمد صلاح في الملعب لان ما عنديش البديل اللي زي، مع انه عنده بره
تمام. بس قال لك هو ممكن يعمل لي كوره كده، يعمل لي كوره كده. قاعدين بقى احنا مستنيين ايه؟ محمد صلاح يعمل لنا كوره كده وكوره كده، اللي هو يعني هيخترع كوره من اول وجديد. اتفرج على هيثم حسن لما كان بيلعب، واتفرج على محمد صلاح، اتفرج على مجهود هيثم حسن الدفاعي والهجومي، واتفرج على محمد صلاح وانت تعرف انا بتكلم في ايه. انا برضو هنا مش جاي اقلل محمد صلاح، انا واحد من عشاق محمد صلاح الليفربولي اللي كان بتاع ليفربول بس مش بتاع منتخب مصر. اللي مزعلني اكتر اصلا ان عمر مرموش ماشي على نفس النهج، اللي ما جاش اصلا البطوله دي. فقدر الله ما شاء فعل. طبيعي جدا يعني البوستس المنتشره على السوشيال ميديا عن الحكم والكلام ده كله. بص، هو الحكم كان فير لحد الجون التاني تهزيكو اللي اتلغى، اللي رجعوا فاول على مروان عطيه. هو الكره فيها التحام لكن لا ترتقي انها تكون فاول، لا ترتقي انها تكون فاول. والصوره اللي منتشره لمحمد صلاح في منطقه 18 او على حدود منطقه 18 عند الارجنتين وردت علينا بهدف، اتفرج على الفيديو ما تتفرجش على صوره، اتفرج على الفيديو ما تتفرجش على صوره، لان ما اعتقدش انها فيها حاجه. هي كان فيها حاجه واحده بس، محمد صلاح كان بطيء جدا. ده حتى راجل الكوره اللي هيثم حسن اخدها ناحيه اليمين، محمد صلاح يعني مش مبصيها غصب عنه، ده هو يعني تحس ان الكوره خبطت في رجله وراحت لهيثم حسن. هو اصلا ما كانش عايز يباصي، ما كانش عايز يباصي. فلا في حاجات كتير كانت غريبه في الملعب. بس احلى حاجه ان احنا كنا واقفين على رجلنا كويس، عملنا ماتش هايل، عملنا بطوله هايله بصراحه. ومن ذلك احنا فخورين مبسوطين جدا بالانجاز اللي عمله منتخب مصر، وان شاء الله رب العالمين المستقبل لينا، لان خلاص بعد كده احنا مش هنقبل باقل من كده ان شاء الله رب العالمين. فما تزعلش نفسك، هو معلش هي دي كرة القدم، هي دي حلاوة كرة القدم. ما تزعلش نفسك، المنتخب منتخب جميل، منتخب قوي، منتخب قدر ان هو يعرف الناس كلها ان ايجيبت كواليفايد للراوند 16، وكنا قريبين جدا from round 8، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هي مش مكتوبة لك. اي نعم ممكن يكون حسام حسن كايند ان هو بيدفع ثمن رفع علم فلسطين في المؤتمر الصحفي. هي فيها وعليها، هي فيها وعليها، ولكن خلينا نكون صراحة مع بعض. الفيفا مش عايز ميسي يخرج. انت اصلا كاس العالم دي مليئة بالمفاجآت. المانيا خرجت بدري، البرتغال لسه خارجة امبارح، البرازيل ودعتها، الثلاث دول المنظمين الحدث كلهم طلعوا في 3 ايام ورا بعض، سبت حد 2. فمين اللي عندك لسه باقي؟ الارجنتين. فطبيعي جدا هتلاقي انحياز عند الارجنتين. وبعدين ما تنساش ان هو ده تابكة للعب بتاع امريكا اللاتينية، هو بيعتمد على الالتحامات القوية. لذلك انا بقول لك ان كرة مروان عطية لا ترتقي انها تكون فاول. ليه؟ لان انا اعرف اسلوب اللعب ده، مش هي دي الفاول اللي تتحسب في الدوريات اللاتينية او في الدوريات الموجودة في امريكا اللاتينية. يعني لما تروح تتفرج على منتخب المكسيك مثلا، لا بدنيا رهيب، التحامات قوية جدا، اللي هي اقل التحام عندنا في الدوري المصري هتلاقي ماسك الصفارة وعمال يصفر ويروح مديلك فاول. ودي بصراحة المفروض نغير بقى من الفكر بتاعنا، لان اي فاول مش اي فاول يتحسب، مش اي التحام يتحسب، هي كرة القدم كده. تمام. فان شاء الله رب العالمين احنا هي دروس كتيرة، دروس مستفادة من تأهل جميل للمنتخب المصري. ولكن خلاص هي انتهت الحكاية، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله رب العالمين الخير في اللي جاي. خلينا نبني على اللي احنا بدأنا بيه، دي حاجة مهمة جدا. انا دلوقتي عايز اشوف بلان للنكست وورلد كاب. بالتأكيد نص الفريق ده مش هيكون معاك، ودي حاجة كويسة في حد ذاتها، خصوصا محمد صلاح هيكون كده تمام ان ما كانش اعلن اعتزاله بعد المباراة. ندي بقى فرصة للناس نستكشف بقى ناس جديدة، ناس عندها روح، ناس عندها مهارة، ناس فعلا تعرف قيمة منتخب مصر، ناس بتهين نفسها في الملعب وبتسف التراب سف علشان منتخب مصر. تحية كبيرة جدا لكل اللاعبين بما فيهم محمد صلاح على المجهود اللي هو عمله. تحية كبيرة جدا 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 من القلب لحسام حسن وإبراهيم حسن، الرجالة اللي من الآخر ما بيتحطش عليهم.
حاجه جميله. حسام حسن سطر تاريخه وهو لاعب، وحرفيا سطر تاريخه وهو مدرب. قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله رب العالمين الخير في اللي جاي. انا خلصت كل كلامي. وريني بقى، قول لي رايك ايه بقى اسباب خروج منتخب مصر من كاس العالم؟ هستنى رايك في الكومنتس. شكرا جدا لوقتك، وان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. بيس.